كم مشاهدينا بعد ما ناخذكم إلى ضيف حلقتنا لليوم. من عيوني الاثنين وغيرها من الجمل العراقية اللي نرددها واللي لابد ما يكون بها كلمة عيوني، دلالة على أهمية العين وغلاتها لكل واحد من عندنا. ومن جهة أخرى تعتبر العين جزء جدا حساس وغالبا ما تتأثر بالطقس أو بالحرارة والظروف الخارجية كلها. واليوم خلونا نتعرف على أبرز الأمراض اللي ممكن تصيب العين، وخاصة تلك اللي تحتاج العلاج بشكل مستمر، مع ضيفنا اختصاصي جراحة العيون والطب الدكتور حسن البحراني. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. شلونك زهراء؟ شلونك؟ يا هلا دكتور. دكتور، إذا اليوم يوم من الأيام أنت حبيت يعني حتى نشاركك سؤالنا التفاعلي قبل أن ندخل بصلب موضوعنا، حبينا ندخل أو تكتب أو تدخل في عالم كتابة كتاب معين، شنو راح يكون؟ وهل عندك هذا الإلمام أو الشغف؟ والله يعني أنا مفكر إنه يعني أحكي على شلون كانت خبرتي لما طلعت من العراق ورحت إلى أمريكا، وبعدين من رجوعي من العراق وشنو كانت خبرتي بالسفر ذكريات أكثر. ذكريات عالم الطب. الأشياء اللي شفتها بحياتي يعني اكو هواية أمور عبر السنين، وشلون رجعت للعراق بيها تفاصيل هواية ومصاعب وأشياء، وأتصور هي المصاعب اللي تخلي الإنسان يقوى بالضبط. جميل. فاي رحلة حياتي بالضبط. أعطاك اسم الكتاب زين. شكرا دكتور، اليوم بدنا نحكي عن العين، الجزء المهم بالنسبة للإنسان، بس أكو علاج للعيون تكون عن طريق الإبر، فشنو هي هاي العلاجات؟ هو بالبداية موضوع حقن الإبر بالعين يعني هو موضوع الناس بتتصور يعني فشي غريب، يعني منو يضرب بعينه إبرة، بس هو موضوع كلش كثير الاستخدام، وموضوع الإبر كلش مهم بطب وجراحة العيون، خاصة بالاختصاص الشبكية والسائل الزجاجي، هو اختصاصي. فمعظم الناس همينة تتخوف لما تسمع انه العلاج مالتها هو اوبر بالعين، فشي غريب عليهم، خاصة لما تصير عنده مشكلة. بس هو هذا الامر كلش بسيط وكلش مهم بنفس الوقت، لانه اول شيء بسيط، لان اجراءات حقن الاوبر هو شيء كلش سريع وبسيط ما واحد يتصوره. وثانيا ايضا المهم جدا لانه لما واحد يحتاج الى العلاج بالاوبر ماكو بديل له. فهذا الموضوع بالنسبة لموضوع الأوبر. أما بالنسبة لمواضيع الأمراض اللي تحتاج هاي الأوبر، فأمراض عديدة جدا يعني، وإحنا هو بحر من العلوم والهاية. فبس الأمور اللي عادة شائع هو مرض السكري. تعرفون المرض السكري دي يزيد عبر الزمن بكل الناس. مرض الاعتلال الشبكية السكري، أيضا أكو أمراض مثل التنكس البقع اللي يصير ويا العمر اللي هي يسمى ماكيولر ديجنريشن، وهذا من الأمراض اللي كلش عنيدة وتحتاج إلى علاج مزمن بالحقن الأوبر. اكو امراض الخدج، انا ما اعرف اذا تتابعيني، يعني اسوي عمليات على امراض الخدج، البيبيز هذول الاطفال، هذول سبب انه ما يكتشف هذا المرض بالوقت الصحيح، فشنو يصير وياهم؟ يصير عندهم تليفات ونزيف وتؤدي الى العمى. فهذول همين ايضا يتعالجون بالاوبر، بس لازم يكتشف مبكر. اكو امراض تجلطات وريديه، اكو امراض التهابات، وامراض كثيره اللي تسبب مراكز نضوح بمركز الشبكيه اللي بالذات هو مرض السكري. طيب دكتور، انت بالبدايه قلت قد يكون على مسامعنا مساله ضرب الابر على العين. نعم. شيء غريب احنا نسمعه عندكم. صح. هذا الشيء شائع. نعم. يعني اذا فكرنا كيف ممكن تضرب الابره او وين باي منطقه، احنا قد تكون غريبه، بس هذا السؤال يعني اكيد وين وشلون تتم هاي العمليه؟ هوايه مرضى يسالوني دكتور وين راح تضربني بسواد عيني وين؟ طبعا هو سبحان الله العين ستراكشر كلش قوي، واحنا نفكر به انه هو كلش خفيف، بس هو صراحه كلش قوي.
واكو مكانات معينه بالعين اللي هي تنضرب، ممكن ضرب الابر بها او حقن الابر بها. هي عاده تكون 3 الى 4 ملي من السواد العين. لما واحد يشوف على شخص انسان يشوف سواد العين 3 الى 4 ملي بالبياض، هذا مكان يكون امن التحقن به الابره. وماكو هناك ستراكشرز مهمه بحيث تاذي العين. وحقن الابره يعني هو صراحه فشي بسيط، تنحط قطرات بنش بالعين، وعاده قطره قطرتين ثلاثه، وكل مركز كل مستشفى لها بروتوكولاتها الخاصه. بس احنا بمركز البحران العيون والشبكيه عندنا هذا الشيء، انه تنحط قطره قطرتين ثلاثه مال بنش قبل الاجراء الابره، يصير تعقيم ماده الايودان على مود نقتل البكتيريا والجراثيم على سطح العين، وبعدين ثم يتم حقن الابره. معظم الناس ما تحس بالابره، صدق اني خلصت يعني ضربت الابره دكتور. فيعني صراحه حقن الابره بالعين اسهل من حقن العضله. زين، هي بالنسبه لك دكتور هي اسهل من العمليه؟ اي طبعا هوايه اسهل بهوايه. اي كلش زين، اكيد تعرف انه بكل شيء اكو سايد افكت، شو ممكن تكون السايد افكت مال الابر على العين؟ اي هذا وصلنا لموضوع التخوف من الابره، الالتهابات، الامور. بس هي همينا نقول الابره هي كلش امنه وكلش امينه او امنه، بس هي بالاخير مضاعفاتها قليله جدا طبعا اذا تستخدم بالطريقه الصحيحه. ومثلا اذا نقول اذا احتمالات الالتهابات او شيء 1 بالألف 1 بالألفين، فهذا الشيء كلش قليل ونادر وما نشوفه عاده. صح. بالنسبه للمضاعفات يعني خلينا نجيب مثال. مثلا احنا ناخذ الاسبرين على سبيل المثال، اللي هو يستخدم بكثره بمجال الطب، خاصه الاوعيه الدمويه، تصلب الاوعيه الدمويه والشرايين. والاسبرين يستخدم بملايين البشر. الاسبرين هم احتمال يسوي مضاعفات، تقرحات ونزيف بالمعده، ويسوي مشاكل تؤدي الى الموت. فهو ماكو علاج هو خالي من احتماليه المضاعفات. نفس الوقت بالنسبه للابره احتمالها كلش قليل وهي كلش امنه. طيب دكتور، عاده من يكون اكو علاج يعطى عن طريق الابر بالعين، ايش قد تكون مدتها؟ هل هي ابره؟ هل هي اكثر؟ نعم. يعني الاليه شلون تكون اليه العلاج؟ طبعا هذا يعتمد على المريض ويعتمد ايضا على المرض اللي مصاب به. مثلا اكو مرضين اللي هو السكري ومرض التنكس البقعي. صعبه اقولها هاي التنكس البقعي. بس اكو مرضى يحتاجون ابره ويشفون، اكو ناس يحتاجون 3 ابر، اكو ناس يحتاجون 10 20 ابره. فهي موضوع كلش تعتمد على المرض اللي يصاب به. مثلا مرض التجلطات الدمويه مرات يحتاجون الى ابر مزمنه ولمده طويله. نعم. زين دكتور، شنو ما خلينا نحكي شوي عن الريكفري، ايش قد ممكن الشخص يتحسن بعد الابره؟ اي سؤال كلش حلو لان هواي يسالون عليه. عادة ورا ما يخلص المريض، قلت مثل كل مكان له بروتوكول معين، بس عادة المريض ورا ما نخلص الإبرة نحط له قطرة التعقيم، نسوي له باتش، نحط باتش أو ضماد على العين، ويروح للبيت ورا ساعتين يشيل الباتش ويبدي يحط القطرات على العين. عادة يرجع إلى أموره، يقدر. معظم الناس يخافون أنه لازم يأخذ إجازة وهاي، بس هو عادة خلال ثاني يوم يقدر يرجع إلى حياته الطبيعية وممارسة حياته بدون أي شيء. يزعلون يعني أنه يأخذون إجازة؟ ليش دكتور؟ هذا يحتاجون يأخذون إجازة. أنت اكتب لهم بس الواقع، هم أكيد راح يأخذون إجازة. لا ترى الأوبر ملايين البشر يستخدمون. فالأمور هي صراحة اللوجستية الخطية اللي تعيق المرضى من ناحية أخذ الأوبر باستمرار. دكتور حسن البحراني، شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم، نتمنى كل مشاهدينا استفادوا من عندها. ان شاء الله. شكرا لوجودك ويانا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا احنا نرجع نذكركم بسؤالنا